صباح الخير، يا صباح العسل، يا صباح المانجا، يا صباح التفاح والبال المرتاح. حط لايكات كتير كتير قد الدنيا بحلال ماما سحورة، واشتركوا معاه في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من ماما سحورة. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد. هكنس البيت التاني عشان اجيب فراخنا هناك. تكنسي البيت التاني مين؟ انت على فكرة دبستيني. انت بتقولي للناس اللي انت اللي بتكنسي ما يهمش يا سيدي، مالكش بركة خلان. عشان عملت شوية صغيرين تقولي ان انت اللي كنست يا ماما سحرة. ايوه، امال ايه؟ طب ادينا حق طيب. ينفع كده يا جماعة؟ حقك اهو. الله يخليك يا ماما سحرة، دي في الدنيا ما فيها والله. ايوه. الله يخليك يا ست الكل والله. طبعا يا جماعة ماما سحرة النهاردة قالت لي انا عندي الطيور بتاعتي في البيت اللي احنا قاعدين فيه اللي انتوا عارفينه يعني عامة مبهدلة الدنيا وكمان المكان ضيق عليهم. قلت لها طب ليه تعالوا نروح انا وانتي نكنس البيت التاني ونظبطه، لان طبعا ما حدش بيروح هناك خالص. انا كنت اصلا عاطي المفاتيح بتاع البيت ده لاولاد خالتي لان هم يعني ايه عندهم مواشي وعندهم اغنام وكلام من ده، فكانوا هم يعني بيحطوا الحاجات دي في البيت ده لان المكان عندهم ضيق. فعادي يا جماعه لازم كلنا نكون واقفين مع بعض، احنا عندنا الحته واسعه وهم عندهم الحته ضيقه. فانا كنت عاطلهم الجنب اللي هو اللي بره ده كله كانوا حاطين فيه اللي هو اغنام وكده اللي هي المعيز. الغنم وبهايمهم وحاجتهم. ايوه فخلاص اصلا باعوا الحاجات دي. وكان ابن خالتي جايب الحمار ده بالعربيه علشان كان بيكنس المكان. قلت لماما سحوره فرصه تعالي بقى ايه نروح انا وانت نكنس الحته، علشان انا بصراحه وحشني الفراخ بتاعتي من ابو هنجيب اخر. شويه ان شاء الله حلوين يعدون. يا بصراحه بركه اللي انت يعدوا بصراحه لي. فاكرين يا جماعه الناس اللي متابعانا من زمان المكان اللي احنا واقفين ده ايوه والله. في ده كانت ماما سحوره ملياه فراخ كان بجد. عندي يجي 65 فارغ. ايوه وكانوا بالصلاة على النبي. وبيت بقى ماما سحوره تروح تلاقي بيض ايوه وتلاقي والله. كتاكيت صغيره. فان شاء الله هنعمر المشروع ده تاني يا ان ماما شاء الله سحوره والله عمروا يعادل، والله هنعمره لك ان شاء الله يعدوا. باذن الله. انا ايه في ايدي في ايدك يا ماما سحوره وهنرجع لك الايام دي تاني. هنرجع ان شاء الله. فهو كان مدخل هنا العربيه لانه كان بيكنس يعني الجزء اللي هو اللي بره، لان طبعا انتوا عارفين ان البيت اللي احنا واخدينه ده ان هو في اصلا جزء ورا اللي احنا واقفين فيه ده واوضه، وفي كمان مكان اللي هو ايه بيبقى المواشي او كده. اه. تمام، لان كان صاحب البيت ده اصلا كان بيربي مواشي وكلام من ده. هنا بقى بعد تعب ماما سحوره كانت هبطت برضو معايا يا كنت جماعه. هبطت والله، كنت قاعده بقى ما عادش قادره من ظهري. انا اه كان ظهري بيوجعني. وكل ما اقول لها يا ست اقعدي ما تعمليش حاجه والله بقت تعمل. انا الاوضه اللي جوه دي كنستها والمكان ده. كنستها على سنجة 10 على 10. ايوه بقت 100 100. اه. وفضلنا سايبين بقى التراب كده لحد ما هدا والدنيا بقت تمام والدنيا بقت حلوه. بصوا المكان ده مخزن كبير جدا يا جماعه والباب بتاعه واسع. ومستفل المستفل اللي الارضيه مستفل بتاعته. الارضيه بتاعته مستفل. بصوا بقى ما شاء الله قد ايه. والسقف ده انا عايز اقول لكم ان العصافير بايضين في السقف ده ومطلعين عصافير صغيره ما شاء الله يعني. اه، وكمان يا ماما عندنا في بيتنا. ويا ماما كمان بايضه فالدنيا ايوه. حلوه اه. ما شاء الله. المكان واسع. ماما سحوره بقى تخش تقفل الباب بتاع المخزن ده علشان طبعا الباب ده مش هنفتحه خالص. فانا مش عارف المكان ده هنحط فيه يا ماما سحوره ايه رايك نخلي في المكان ده الفراخ لو احنا جبنا فراخ. هنجيب فراخ بس ما احناش مودينها، لما نجيب فراخ دلوقتي هنحضنها هنا يعادل. وبعدين نقوم حاطينهم لما يبقوا كبار يا سمردي حلو كده نقوم حاطينهم هناك، لان يا كبد امك هناك فيران. ايوه خايفه عليهم لعود الفيران تاكلهم خساره مني. لازم أن تكون الطيور يعني يا جماعه عامه تكون كبيره. الجنب ده كده اللي انا كنت بقول لكم عليه اللي كان فيه المواشي والاغنام اتنضف، ابن خالتي نضفه وسيقه وخلاه الله 100 100. يصلح حاله والله. ربنا يديله الصحه. يا عايز رب. اقول لكم ان الجزء ده كله فاصل نور. انا هرجع اجيب كهربائي لان طب الكهرباء فيه بايظه، فانا هجيب كهربائي يظبط النور وكده علشان طبعا تبقى الحته فيها نور. فهشغل الدنيا يعني باذن الله دي الاوضه واظبط دي الدنيا. اوضه كنيسة. ايوه كنيسة. عادل الكنيسه الله يصلح حاله. زنقته كنيسه معاك. الله يصلح والله حاله. والمخزن برضه يا جماعه. بصوا بقى كده يا جماعه الاوضه دي ما لا، شاء الله. المخزن اللي انا ما كنساه. انت كنست وانا ساعدتك برضه فيه. وهنا بقى مسحوره جت رصت الحاجات دي كده قفص، قالت لي ما اعرفش عشان بطه بيض اه. وتقول لي ما اعرفش فرخه عشان فرخه. قلت لها ماشي. فهي ظبطت الدنيا يعني عامه والدنيا هدت والمكان واسع بصراحه يا جماعه. المكان لما يكون المكان واسع واسع، وبعدين الحته هنا كانت يكب امك ضيقه عليهم. وبقت الفراخ تبيض عند الموتور بتاع المي. لا احنا نبقى الحته واسعه عندنا. والمكان عندنا واسع يكب امك عشان بطه ترقود، فرخه ترقود، اي حاجه من دي. ماشي. إيه. ماشي يا ماما صح. تعالى بقى نروح نقفل الباب ده علشان طبعا اللي رايح في الشارع وجاي لان ده شارع ويبص كله بيوت. علينا. ايوه. كله بيوت اصلا كله بيوت. فاحنا قلنا نقفله بقى خلاص. احنا خلصنا لان كانت العربيه كانت هنا كانت بتاخد بقى الكنسه وبتظبط الدنيا علشان كان البيت بيتكنس وكده. فانا بقى اخلي ماما سحوره هنا كانت بتقفله وانا هقفله بالجريده. الباب ده متامن قوي. ايوه الباب دي متامن بجرده طويله. ايوه اللي هم شفت الناس بتوع زمان بقى يا جماعه كانوا اه. بيعينوا بقى ايه الرز والغله لان كل حاجه. صاحب البيت ده كان ما شاء الله عنده ارض كتير.
فكان هو كان بيحط فيه بقى الحبوب بتاعته، الحاجات بتاعته كان بيعينها هنا. القوت من الحاجات دي يا عين، الله اللي هي يرحمه. الزرعه بتاعته وكده يعني أيوة. عامه. فكان عامل المخزن ده عشان كده. فهنا الجزء ده وله جريده كمان، الجريده دي كنا احنا اللي عاملينها احنا يا ماما سحور. اول ما استلمنا البيت، ايوه بعد اول ما استلمناه. استلمنا البيت. ايوه بقينا فالبيت. خايفين العول كمان، احنا ما احناش قاعدين فيه يا حبايبي. والصبيان ايه بقوا خايفين برضك العول حاجه تروح ولا كده ولا كده. وكنت انت حاطه الفراخ بتاعتك آه. هناك. وعلى الشارع برضه ده شارع غير الطريق يعني، آه. ده الشارع الجانبي أيوة. بتاعه يعني عامه. هنا الجنب ده كله. عايز اقول لكم ان الاوضه دي، إيه رايك بقى يا ماما سحوره؟ اقفلي الباب ده وتعالي يلا علشان نروح نجيب الفراخ. صح؟ هو فراخ بس ولا في حاجه غيرها؟ لا فراخ وبط. لا 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 لا، ده احنا كده الموضوع طويل بقى وهنتعب واحنا رايحين واحنا جايين. معلش يا عذبتني النهارده. عدولي، عذبتني معاك يا ماما سحوره النهارده. معلش يا كبدو. يا ماما سحوره مالناش بركه الا الله يصلح حالك. ماما سحوره بقى يا جماعه خدتني معاها ورحنا وجبنا كرتونه كبيره. انا جبت لها بس انا كرتونه كبيره. اتخبطت برضك في دماغي، والله دماغي وجعني يا عدوله من البدرو. الف سلامه. اي والله دماغي الف سلام. انا قلت لك اخش اني، بس انا بصراحه ما بعرفش امسك الحاجات دي يا جماعه، انا بخاف من الحاجات دي. بيخاف. امسك ازاي فراخ وكلام من ده؟ وبعدين الحته منها كانت معكوكي والحته منها ضيقه زنقه. ايوه الدخله دي وانت مطيه دي صعبه لوحدها. ايوه اه بقى ظهري وجعني برضه. ده في البيت اللي احنا قاعدين فيه، فالمكان ده ضيق. ماما سحوره جابت الفراخ اللي بتبيض. جايبه فراخ. مسكت 3 فراخ. جابت هنا 3 فراخ ما شاء الله. وكنت انا عامل لها الكرتونه، بتقول لي يا عادل افتح لي الكرتونه. طب انا افتح لك ازاي؟ اهو هتصرف برضه يا ماما سحوره وهفتح لك الكرتونه يعني. مسك لي برضك الكرتونه بايد والتليفون بايد. اي والله. ايه همسك بقى الكرتونه لماما سحوره، بتقول لي مش عارفه احطها. مش عارف احطهم هنا وايه. خلي بالك لا الفرخه تطير مننا. لا مش لو هطير. طارت ما عدناش هنعرف نجيبها دلوقتي. مش هطير. خلي حط بالك. واحده بواحده كده بشويش. اهو لا تسلم ايديك. تعيش. انا خايف لا الكرتونه دي تتقطع ولا اي حاجه. لا مش مقطوعه، لسه اجيبهم 7 فرخات. ما عادش 7؟ عندي 7. ما عادش عندي الا 7 فرخات، لسه عندي 3. لسه عندي 4 دلوقتي. ماما سحوره جابت هنا الفراخ كمان اهو. كده 5 6 لسه 1. المهم ان احنا هنعبيهم كلهم يا جماعه زي ما انتم شايفين، وهناخدهم بقى بالعربيه اللي كانت موجوده، ابن خالتي كان معانا برضه، وهناخدهم على طول نروح نوديهم البيت اللي احنا فيه. احنا بين البيت ده تعرف وده الفرخه اللي هي الاخيره دي عيت لما ابتلت بقت قد كده اهو. بقت حلوه يعني في الاخر. الحمد لله. انت بتنزلي ايه دلوقتي في ايه ده؟ البط بص البط بتاع ماما سحوره صغير. صغير لسه. البط ده على رمضان مش هيبقى صغير ان شاء الله يبقى، لا ده هيبقى حيل. ماما سحوره انا جابت البط وجابت هنا دكر اهو. هنا انا كنت دكر. مخبيه منك يا عدو. بص الدكر ده عايز حله محشي يا ماما. لا سيبوا له البطتين. هنا دكر اهو. كانت بتقول انا ما عنديش بط، في دكر ما شاء الله يا جماعه، وبط من اللي هو البلد الكبير ده. هنسيبوا له البطتين يا عدو. ماشي سيبي لي البط. هي سايباه يا جماعه عشان البط عندها بط بيبيض، فمش مشكله. احنا عايزين نجيب شويه بط من دول بقى، علشان ايه؟ بحب البط اللي هو السوداني. بيبقى طعمه جميل بصراحه. هنجيب حكايه الفرخه. الفراخ بتطير. ده في واحده هتيجي دلوقتي تطير من فوق دماغي. بص بقى يا جماعه هتطير دلوقتي اهي. دي عدت من فوق دماغي. وقامت عامله عيني طرفت عيني والله يا عدو. يلا الحمد لله. ماما سحوره هنا قلت لها ان الاوضه دي واسعه يعني ما شاء الله. الاوضه دي تيجي اعتقد 4 متر في 5 متر. الاوضه دي لسه لك كبيره. بطتين، لسه 3 بطات وبطه من البيضه دي. يعني 4 بطات. ودبستني وقلت له روح هاتهم. روح هاتهم يا عدو. قام قايل لي طيب. فهروح اجيبهم برضه يا جماعه. وعلفهم برضك وهم جابهم وجاهوا برضك. بصوا البط ده بقى شقي قوي. ايوه البط السوداني دي شقي قوي. بصوا بيطير ازاي. طاروا كلهم. لا بس البطتين اللي عندي هم بقى. البطتين دول بس اللي عندي والفرختين. يلا حلوين. وفي 3 بطات صغيرين سوداني كانت البطه مطلعاهم لي. وايه اي من ايه الريش بتاعهم اللي هو بتاع الريش الحلال ايام يطلع لهم كده في جنيحتهم. خلاص احنا ممكن بقى يا جماعه لو رحت الصيف في اي وقت اجيب لماما سحوره شويه بط من اللي هم السمر دول، على شويه فراخ من المعمل. المهم ان المكان عندك واسع. يا رب فيها ماما سحوره قبل ما نهد ونبني بقى يبقى في تربيه كبيره كده عشان تبقى انت عارفه. ربنا بقى تربيه حلوه وخلصها، علشان هنمسك البيت بقى انا وانت. البيت كله اللي احنا اللي هو اللي قدام عامه هنمسكه، لان ده جزء غير البيت يا جماعه. الجزء اللي فيه الطيور دي غير البيت نفسه، فالبيت برده متطرب وكده فعايز يتكنس. ايه اللي بتطير دي؟ ده عفرة عمال يطير. كمان كانت الفراخ عماله تطير. ونزلوا حاجات من السقف. فعفرة عمال يطير قدام التصوير. يا ترى ايه اللي بتطير حوالين مننا دي؟ مش مشكله. ده تراب كده يا جماعه عمال يطير عشان الارضيه هنا مش متسفيه. وهنا بقى انا جبت شويه سرس. في ناس بتقول سرس وناس بتقول ايه رجيع. السرس دي يا جماعه اللي بيطلع من الرز بتاع القشر بتاع الرز اللي هو ايه الابيض اللي احنا بنبيضه. اللي هو الغلاف بتاعه يا جماعه عامه.
بيروح يتبيض، بيبقى رز شعير يتبيض يطلع منه الرجيع ده، وبعد كده بيطلع منه الرز بقى. فالرجيع ده ماما فانا سحوره بتعمله. بعمله ايه للطيور. ايوه. الله بقى عليه بقى لو شويه برسيم. كان ابن اختي بقول له ما انت ما عندكش شويه برسيم يا ما عندكش برسيم. قال لي والله يا خاله ما عدت بجيب هنا برسيم. قلت له لا لازم تجيب لي برسيم. قال له كل يوم تيجي تاخد لك شويه يا خاله. قلت له ربنا يبارك لك في اولاد. بصوا يا جماعه ماما سحوره جابت هنا الميه. البيت ده برضو كان الماتور كان فيه مشكله، برضو شغلنا الماتور وهنظبط الدنيا فيه والكهرباء بتاعته وكل حاجه. بس حتى في انا عاوزه الفيديو هوريكم. يعدوا لي يعادل من غير قطع كلامك يعدوا لي. تعمل لي بتاع ايه كوبس بتاع المفتاح للموتور. حاضر. بدل ما احط الفشل انا اتكهربت كم مره يا ابني. طب وانت ما قلتش من يومها ليه؟ ايه ما قلتش من يومها لا ليه؟ تعمل لي موتور بتاع فيش بدل ما احط الفشي تعمل لي كوبس. كوبس حاضر، هعمله لك بكوبسي سهله كده زي كده. بتاعنا اللي هنا دي. حاضر يا ماما سحور. الله يصلح ماما حالك. سحور انا كانت بتعلف الفراخ ومظبطه الدنيا. ايوه عشان اسيبهم. انا اسيبهم بقى ما انا جبتهم بعدين وديتهم من هناك التاني الدار التاني. اسيبهم يا ابني من غير عليف لبكره دلوقتي كده. لا لازم لا لا لازم انا اعلف. ماما سحورة هتعلفهم. عايز اقول لكم ان من البيت اللي ماما سحورة حطت فيه الطيور ده للبيت بتاعنا، عايز اقول لكم ان بالظبط 3 دقايق او دقيقتين يعني ماشي على رجلين الواحد يعني. أيوة. مش حاجه بسيطه خالص. والبيت ده اصلا ماما سحورة لو راح على ام مالك البيت في وش البيت. في البيت وش ده على البيت. فكرة. وانا كنت والمؤاخذه لابسه جزمه بلاستيك عشان ما تقلوش علي. لا يا ماما سحورة ده حاجه تشرف يا ماما سحورة دي حاجه تشرف ماما عشان سحورة. انا كنت الحته كانت محكوكه عندي. أيوة. لما اجيبهم بقى اعملهم ايه البس بالمؤاخذه اسم الله على قيمه اخواتي جزمه بلاستيك. ايوه يا ماما سحورة. المداس بتاعي. هنا جابت العلف بتاع جبت الطيور. العلف. جايبه العلف للطيور عشان ايه اكلهم. وانا جبت لها الطوب برضه حطيته الله على يصلح حالك يا عدول. حطيته لها وساعدتها. فضلت واقف في ظهرها النهارده يا جماعه. الفيديو ده بجد احنا تعبنا فيه قوي، يستاهل لايكات والله. كتير قوي منكم. حط لايكات كتير قد الدنيا بحالها الماما سحور. انا بقول لكم الاوضه دي عايز اقول لك ان هي تاخد لها جميع بطه. تاخد جميع بطه مش والله 15 بطه اللي انت حاططهم والله دول. تاخد بط كتير قوي وفراخ يعني ما شاء الله مش باينين اصلا في المكان. وبعدين البطه طالع ال10 بطات دول ما عادش الا 8 يا حبيب قلبي. وفي مش كانوا 10؟ احنا مش كنا شارينهم 10؟ مش كنا شارينهم 10. اه واحده ماتت امبارح واحده ماتت الاسبوع اللي فات. كمان الحته ضيقه عليهم. ايوه عشان كده انت قلت لي بقى ننقلهم بقى. انت اعترفتي اهو. هنا بقى الفراخ يا جماعه. كانت ماما سحوره كانت بتقول لي ايه رايك اما نوسع لهم في المكان كله ونسيب الباب. قلت لها هيقعدوا يلبسوا الدنيا، خلاها الاوضه دي بحيث لما يجي يتكنس فيما بعد تكون الاوضه واسعه عليهم. وخلينا المخزن اللي هو قدام ده اللي انتوا شايفينه هيبقى لو جبنا فراخ يا جماعه نبقى نحط الفراخ فيه. يبقى ده للبط وده للفراخ. أيوة. عامه يعني. فهنا بقى شكل البط ما شاء الله اللهم بارك. والفراخ كانوا مستغربين المكان اصلا. ايوه كانوا مستغربين. وما دي مكانهم اللي كانوا الاولانيين فيه. بس احنا كنا وديناهم البيت التاني لان كانوا بقى حاجه بسيطه. وكانت كل شويه ماما سحوره رايحه ربنا هيزودهم ان شاء الله. فكانت كل شويه ماما سحوره رايحه جايه على الطريق. فقلت لها يا ماما سحوره تعالي نجيبهم لك هنا. فما نفعوش بقى. يلا الحمد لله يا جماعه. وبعدين انت خسرتني عادل. يبقى كام بطه يا عادل السنه دي. يلا يا ماما مش مشكله بقى. فدانا بقى فداكوا يا حبايب قلبي فداك. فماما سحوره قالت لي فضلت تقنعني يا ابني اللي ما بيربيش ما بيعرفش ياكل. ما كنتش عايزه والله تربي ولا كلام منها. فهي اللي فضلت مصممه تقول لي لازم نجيب فراخ وبط. فهي يا جماعه غيتها ان هي بتحب تربي الطيور والحاجات دي. انا بحب الطيور. بحب فباذن البط الله والفراخ وكل حاجه. انا ناوي المكان ده بعد حتى اما نبني هعمل لك تحت مخازن ان انت تربي فيها طيور يا اخويا. والله بجد هعمل لك. مش هيبقى البيت كده وخلاص، لا ده انا هعمل لك مخازن كبيره وتخشي فيها وانت مرتاحه عشان تبقى عارفه وعشان تبقى ايه مبسوطه كده ونفسيتك مرتاحه لان هي بتحب تربي. انا مبسوطه والله يا عدوله من غير حاجه. انا كان الله يرحمه جوزي الله يرحمه الف رحمه تروح له الحاج بيتربى بردك. وانا كنت في بلد بندر بردك مش ارياف. بيتربوا بردك الطيور. عايز اقول لك ان الخزانات والحاجات دي انا شايفها انا ومحمد واحنا بنشطف في بيت المحل. ايه والله بتاعت ابويا الله يرحمه يا جماعه موجوده على السطوح فوق. مش اسمها ده اسمها عشش. العشش والخزانات والحاجات دي. المهم ان انا والله بصيت عرفت ان هم دول اللي كانت ماما سحوره عاملاهم وبابا. وما كان صواب ابوك الله يرحمه الف رحمه تروح. كانوا بيربوا يا جماعه على السطح لان طبعا كان بيت وكان يعني الكلام ده من زمان يعني من زمان بقالنا يجي 25 سنه. بقالنا 25 سنه هنا اهو. ايوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.